السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده هيكون عن روتين منتج في حياتي ان شاء الله. يا جماعه، في فيديو النهارده هشارك معاكم روتين يوم كامل في حياتي منتج كده. عملت حاجات كتيره قوي ان شاء الله. ان الفيديو يعجبكم. الفيديو مليان تفاصيل، اتمنى ان هو يعني يعجبكم وتستفادوا منه كمان يا جماعه. شويه تجهيزات كده عشان بدايه الشتاء، وعارفين ان هو ايه يعني بدايه الساعه والجو الحلو ده وبدايه شهر 11، وان ده شهري المفضل، وتفاصيل تانية كتيره جدا. فعشان كده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وعشان يا جماعه ان الريت واقع جدا، فعايزين نشارك كلنا الفيديو مع اصحابنا. ودلوقتي يلا نبدا. اول حاجه عملتها يا بنات اني صحيت الساعه 6 طبعا عشان انا كان عندي مدرسه. اتوضيت وصليت الفجر وقرات يا جماعه صفحه من القران. انا مش باخد الصبح ورد كتير لان انتوا عارفين بقى المدرسه وكده، فهي صفحه واحده. ولما برجع مثلا بالليل بكمل ورد وكده. اهم حاجه يا جماعه انتوا تصلوا بالصلاه والورد اليومي. المهم اني بعد ما خلصت صلاه الفجر الحمد لله وقرات الورد، كمان حسيت بكميه راحه وهدوء نفسي بجد. يعني حاجه حلوه جدا ان انتوا تنتظموا على الصلاة في ميعادها. بعد كده يا جماعة بدأت اعمل سكين كير. استخدمت الغسول ده من تترا هيدرو. يا جماعة الغسول ده حلو، يعني انا لسه مجرباه من اسبوع تقريبا. الغسول ده للبشرة الدهنية والمختلطة اللي هو باللون البينك، اما باللون الاحمر ده للبشرة الجافة والعادية. هو 200 مللي يا جماعة. انا حاساه حلو بينضف البشرة كويس او كده. فلو عجبني هعمل لكم عنه ريفيو. لو انتوا عايزين عنه ريفيو اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهعمل لكم عنه ريفيو كامل. المهم اني استخدمته. يعني بعد كده يعني غسلت وشي بيه، وبعد كده بقى غسلت اسناني بالغسول ده من بارادونتكس. يا جماعه الغسول ده حلو قوي، بينضف السنان حلو جدا جدا بجد. هتوق هو حلو جدا. انا هكرره تاني لان هو عجبني. فيعني عجبني كمان عن سيجنال يعني، فانا هجيبه صراحه تاني. وطبعا رطبت بشرتي بالمرطب ده من ميلانثينول، حلو برضو بحبه. وانتوا عارفين وبطلعه فيديوهات كتير لان هو حلو، مش بيطلع حبوب. الترطيب يا جماعه اهم حاجه لاي حاجه، لجسمكم لبشرتكم لشعركم لاي حاجه. ويعني برضو لشفايفكم. بدات يا جماعه اعمل سكين كير. استخدمت الغسول ده من تترا هيدرو يا جماعه. الغسول ده لسه جايباه جديد فحلوه جدا. انا يعني بقالي تقريبا صراحه انا بحبها جدا وحاساه حلو بينضف البشره حلو من غير ما ينشفها. اللون ده للبشره الدهنيه والمختلطه. اما اللون الاحمر ده للبشرة الجافة والعادية. ده 200 مللي يا جماعة، سعره حلو جدا. ويعني حاساه حلو فيه كمان سلسلك اسيد وكده. فحاساه يعني حلو. هشوف صراحة لو بعد ما اخلصه او اخلص منه كمية، اشوف الكمية، اشوف يعني لو كده اشوف حلو ولا لا. ولو عايزين عنه ريفيو اكتبوا لي في الكومنتات. بعد يا جماعه بقى رحت المدرسه طبعا وفطرت ورحت المدرسه. بعد ما رجعت بقى غيرت هدومي وصليت الظهر ونضفت كده البيت سريعا واتغديت. الحاجات دي كلها انا طبعا مصورتهاش عشان الوقت الفيديو. الساعه كانت 5. المهم يعني بعد ما خلصت التفاصيل دي كلها دلوقتي هبدا اذاكر انجليش. اول حاجه يا جماعه انا كان هنا بذاكر يونت 4 في ليسون 3. اول حاجه بدات اقرا الكلمات. استخدموا يا جماعه الوان ملونه، هايلايترز، اي حاجه زي الهايلايتر البينك ده حلو، اقلام ملونه، اقلام جاف مختلفه وكده. طبعا كراسه عشان تحفظوا فيها الكلمات. وبدات يا جماعه ان انا اخطط على الكلمات والمعاني والديفينيشنز وكده، اقراها بسرعه افهمها وافهم المعاني. لو بتاخدوا درس يا جماعه اعملوا ده بعد الدرس. لو مش بتاخدوا درس يبقى اسمعوا اونلاين على اليوتيوب، فيه مدرسين كويسين جدا. وبعد كده اعملوا الحاجات دي. بعد كده في كده بوب كويز صغير تحت على الكلمات. طبعا حليته ده، حلوه برضو لان هو بيأكد عليكم جزء الكلمات وجزء فهم الكلمات. بعد كده زي ما قلت لكم قرأت المصطلحات والمعاني على السريع وعرفت معنى كل كلمه ايه والانتونيم بتاعها او يعني الاوبزيت بتاعها. حليت يا جماعه كل الاسئله والتدريبات على الدرس. بس كده جماعه يعني بجد الغروب بجد هنا كان تحفه. لون السما كان بينك بطريقه فظيعه بجد ما شاء الله. يعني شكلها يعني خرافي سبحان الله. كانت تقريبا الساعة 6 ولا حاجة أو 5:30 كده. بس يا جماعة بجد السما كان شكلها خرافي. أنا بجد يعني بجد كنت يعني مش عارفة أعمل إيه. شكلها كان خرافي جدا، كنت مبهورة. بعدها يا بنات رحت ألعب بقى يعني شوية رياضة كده وعشان أحرك جسمي. ده يا جماعة كان عن الأبر بودي. البت دي حلوة جدا اسمها مادلين. ممكن يا جماعة تعملوا معاها يعني أو أي تمارين. انتوا ممكن تمشوا نص ساعة يوميا أو تجروا أو كده. المهم ان انتوا تحركوا جسمكم يوميا. ممكن تستخدموا دمبلز، المهم أي حاجة. بس أنا بحب البنت دي أوي صراحة عشان التمارين بتاعتها حلوة. فانتوا ممكن تتابعوا معايا لو انتوا عايزين. بعد كده يا جماعة في الدولاب كان في شوية سكين كير مش متظبطين كده. بص طبعا قبليها صلاة المغرب
اللي بعديها كان في شوية سكين كير مش متظبطين، الدنيا كانت ملخبطة خالص، فانا جبت الحاجات الفاضية والمليانة بقى على بعض وقعدت ارتب فيهم واظبطهم. الحاجات دي كلها كانت فاضية ما عدا اليوريكيد ده كان لسه فيه. المعجون ده اصلا كنت رامية المعجون بتاعه سايبة الكرتونة في الدولاب وتمام. فطلعت كل الحاجات الفاضية والبيبي اويل كان فاضي والهاند كريم وكله، بس هو اليوريكيد هو بس اللي كان فيه. فطلعت كل الحاجات الفاضية ويعني رميتها وسبت ده. بس بعد كده يا بنات بقى رحت اذاكر دراسات. الدرس ده يا جماعه اسمه نماذج الحضارات القديمه بالشرق الاقصى. المهم يعني ان هو ده تاريخ. بدات اول حاجه ان انا اقرا واخطط على النقط المهمه اللي عملت لكم قبل كده اصلا ازاي تذاكروا دراسات لوحدكم، ويعني في كل فيديو انا بشرح لكم ازاي بذاكر دراسات. ركزوا يا جماعه كويس بس واكتبوا الحاجات المهمه وخلاص. ممكن تجيبوا مثلا يعني كورس او ورقه جنبكم وتكتبوا الحاجات المهمه وذاكروا يا جماعة كل جزء لوحده، وبعدين راجعوا كده على الصفحة كلها، ولو في أي تدريب أو صغير كده حلوه. ممكن يا جماعة تستخدموا مثلا الألوان مثلا أو هايلايترز أو كده عشان الموضوع يكون شكله حلو وفي نفس الوقت الموضوع يكون سهل ومستمتعين. أهم حاجة زي ما قلت لكم قسموا الدرس على كذا جزء عشان الدرس ميبقاش كبير كله معلومات ومش عارفين نعمل فيه ايه. وحلو التدريب ده مهم أوي يا بنات وبيثبت معاكم اللي انتوا فهمتوه. المهم بعد ما حليت بقى التدريب ده وخلصته بدأت ان انا احل برضو التدريب التاني ده، وبدأت بقى اخش على الأسئلة بتاعة الدرس. حلو الأسئلة بتاعة كتاب المدرسة، أسئلة كتاب الامتحان. كتاب الامتحان عامل أسئلة حلوة جدا بحلوها كلها. بعد كده يا جماعة صليت العشاء اتعشيت وعملت سكين كير، وبعد كده رحت أقرأ أذكار قبل النوم. هي مهمة أوي يا بنات فاقرأوها لأن مش تاخد وقت. الكتاب قلت لكم حلو أوي اسمه أذكار وآداب الصباح والمساء. هو صغير كده ممكن تاخدوه معاكم في الشنطة أو كده وكمان حلو أوي. بعد كده رحت كتبت التو ليست بتاعتي وكتبت الحاجات اللي عايزة أعملها بكرة. اكتبوا يا جماعة كل الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها واعملوا جنبها يعني مربع. وانتوا كل ما تخلصوا مهمة اعملوا جنبها صح يا جماعة بجد. هتحسوا يعني بعد ما تخلصوا تحسوا يعني في اخر اليوم بكمية انجاز ما حصلتش. فانتوا اكتبوا كل الحاجات اللي عايزين تعملوها بالتفصيل. عايزين تذاكروا كذا، عايزين تروحوا عندكم درس مش عارفة ايه، استخدموا كراسة عادية او نوت بوك صغيرة اي حاجة. المهم ان انتوا تكتبوا المهام اليومية بتاعتكم يوميا. وبس كده يا بنات ده كان فيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت لطيف حلو منكم وافكار للفيديوهات الجديدة وتشاركوه مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. وبس اشوفكم في فيديو جديد واستنوني بقى كده في فيديو جديد. باي.